السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تقوليش بقى كأس أفريقيا ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر. امبارح ماتشين مضحكين للأهلي مع البنك الأهلي، والماتش التاني الزمالك مع الجون. الأهلي بيتغلب 4-3 من البنك الأهلي في مباراة وسيناريو مضحك، والزمالك بيتغلب 3-2 من الجونة في نفس الأداء. بالنسبة لمباراة الأهلي، مارسيل كولر أخطاء كارثية. يلعب عمر كمال عبد الواحد كان محمد عبد المنعم جنب رامي ربيعة في خط الدفاع. طبعا عمر كمال بقاله 30 سنة، عمره 30 سنة، بقاله 30 سنة ما لعبش في المكان ده خالص. لعب جنب يمين ولعب جنب شمال ولعب خط وسط ولعب جناح، لكن ما لعبش مركز دفاع. مصطفى شوبير أداؤه برضه كان أداء ضعيف امبارح. برضه الجون الأخير غلطة بينه وبين رامي ربيعة ما تدخلش. اتضح ان امبارح ان محمد عبد المنعم رمانة الدفاع في النادي الاهلي. انا ما اعرفش ليه مارسيل كولر ما لعبوش، لان بيريحوا ازاي؟ واحنا لسه اصلا في راحه لحد يوم 30. يعني الاهلي هيبقى في راحه من النهارده لحد يوم 30، هيلعب في افريقيا ماتشين في افريقيا رايح جاي في رمضان. يعني انت عندك اسبوعين كاملين راح تريح محمد عبد المنعم في ماتش زي ده، والاخر الاهلي يتغلب 4-3. محمود علاء برضه اخطاء كارثيه. الجون الاولاني للجونه بمحمد علاء، محمود علاء بيخبط في احمد حمدي مهاجم الجونه، بياخد الكره من نص الملعب وانفراد وبيحطها الهدف الاول للجون. الاهلي كان بيلعب بغرور. مدرب الاهلي بالتشكيله اللي حطها باين فيها الغرور والاستهتار بفرقه البنك الاهلي، والدليل على كده ان هو ما لعبش مثلا محمد عبد المنعم، بيلعب محمد قفشه وامام عاشور، والملعب ما يستحملش الاثنين مع بعض في البدايه. علشان كده الاهلي اتغلب امبارح 4-3. الحاجه اللي حابب اتكلم فيها كمان برضو، في ضربه جزاء على ايمن اشرف واضحه جايه في ايده. نفس الكره دي لما كان ايمن اشرف في الاهلي اتحسبت عليه ضربه جزاء. اشمعنى امبارح ما اتحسبتش؟ ولا الحكم رجع للفار ولا اي حاجه، كمل وخلاص. صرف النظر عن النتيجه الاهلي كسبان او خسران، هي ضربه جزاء تتحسب، مش ضربه جزاء ما تتحسبش. في لقاء الزمالك كان ماتش حلو. الجونه كسب 1-0. بعد كده الزمالك اتعادل 1-1. الزمالك تقدم بقت 2-1. يرجع الجونه بريمونتادا رائعه يتعادل 2-2، وفي اخر الماتش هجمه مرتده يكسب 3-2 ويخلص الماتش 3-2 لصالح الجونه. الهزيمه الاولى للنادي الاهلي في الدوري. الزمالك الهزيمه الثالثه. الزمالك بيتراجع للمركز ال 13 ولسه فيه له ماتشات متأجلة. الخسارة دي بتعلم الأهلي التركيز ثم التركيز ثم التركيز. أنا بحمل مارسيل كولر مسؤولية الخسارة بعد ماتش الأهلي والزمالك في كأس مصر والأداء السيء. امبارح خط دفاع الأهلي أول مرة يدخل فيه 4 أهداف. عمرها ما حصلت في الدوري السنة دي إن الأهلي يدخل فيه 4 أهداف، ومين؟ من البنك الأهلي. ده دليل ان الدفاع كان دفاع الاهلي شوارع. الجون الاولاني بعد الجون بتاعك بخمس دقايق، يعني انت تجيب جون هم يتعادلوا، انت تجيب جون ومارسيل كولر ما فكرش يغير ولا فكر يبص على الدفاع. انا بحمل مارسيل كولر خساره الاهلي امبارح. ماتش الزمالك جوزيه برضه بيخترع في تشكيله الزمالك برضه. بيلعب ناصر ماهر وشيكابالا ناصر منسي وشيكابالا وعبد الله السعيد، والملعب برضه ما يستحملش كل ده. بس الحقيقه المباراتين كانوا اجمل من بعض، فيهم اهداف، فيهم كوره حلوه، فيهم صروهات باصات جميله. كانت مباراه ممتعه، سواء مباراه الاهلي
أو مباراة الزمالك، وتمتعنا متعة كرة القدم بالأهداف. يعني مباراة الأهلي فيها 7 أهداف، مباراة الزمالك فيها 5 أهداف. ما أجمل المباراتين وما أضحك المباراتين. الأهلي يتغلب بالبنك الأهلي 4-3، عمرها ما حصل. الزمالك يتغلب في الجونة 3-2، بالرغم إن هو كان متقدم 2-1. الحقيقة المدربين لازم يراجعوا حساباتهم، ويراجعوا تشكيلتهم، ويراجعوا لعادتهم. الأهلي في راحة لمدة أسبوعين لحد يوم 28/3. هيلعب الماتش الجاي في أفريقيا. طبعا الواحد ما في حلقة تانية هنتكلم فيها عن دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والفرق المصرية المشاركة في البطولة. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.